ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل في البرد ده كده طاجن مكرونة باللحمة المفرومة في الفرن، هيعجبكم ان شاء الله. هاتي الطاسة كده على النار وحطي فيها معلقة سمنة، وانزلي ببصلاية متوسطة متقطعة مكعبات عشان تدبل معاكي بسرعة. رشة ملح، ما تحمريهاش، انا عايزاها بس تدبل عشان البصلاية تبقى طعمها مسكر معاكي وحلو. بعد كده هحط اللحمة، هي كانت لسه مجمدة شوية، فانا يعني ايه هفككها كده واسيبها. واروح اضرب الطماطم بقى، جبت 3 طماطمات متوسطين وعليهم فص توم وكوباية مية، وعليهم شطة حمراء او خضراء تكون حراقة او فلفل. ضربتهم في الخلاط، وجيت هنا حطيت شوية توابل هكتبها لكم تحت، ومعلقة صلصة من اللي هي المعلبة، وكمان حطيت مكعب مرق ورشة سكر، والطماطم اللي انا ضربها في الخلاط. هسيبها تتسبك شوية، وكنت على جنب هنا حاطة المية تغلي، رشيت فيها رشة ملح، وهسوي المكرونة تكون نص سوا واقل كمان. هنا الصلصة انا عايزاها بس تتسبك خفيف، تاخد غلوتين 3، تبقى بالشكل ده مش اكتر من كده. هحط 3/4 اللحمة المفرومة في الطاجن، والربع على المكرونة واقلبه. بعد ما حطيت اللحمة هحط نص المكرونة، والجبنة دي اختياري، بس هي بصراحة مدياله طعم جميل، اضافة حلوة يعني. حطيت الجبنة والنص المكرونة التاني، ومكان اللحمة المفرومة كده حطيت نص مج مية سخن، وحطيته على المكرونة ورشة زعتر. هغطيها بقى وادخلها الفرن على درجة حرارة 200 أول ربع ساعة، وكمان 5 دقايق كده، قعدت تلت ساعة. والخمس دقايق اللي فاضلين من التلت ساعة طفيت النار وسبتها. طلعيها بقى بعد التلت ساعة، حطيها على البوتاجاز، سيبيها بس 10 دقايق تهدى كده، علشان لو عايزة تقلبيها تبقى مظبوطة معاكي ما تسيبش. حطي بقى السرفيس بتاعك واقلبيها، هتبقى معاكي بالشكل ده متماسكة. كانت مفلفلة مش مستوية قوي، مظبوطة يعني وجميلة جدا. جربوها بالطريقة ديت وإن شاء الله أنا عارفة إنها هتعجبكم جدا. بألف هنا.